في أطفال بيتكلموا بس محدش فاهمهم، والأهل بيسألوني في العيادة يا دكتور هو بيتكلم فعلا بس إحنا نفسنا مش فاهمين هو بيقول إيه، هل دي مشكلة ولا مجرد وقت وهتتحل؟ في الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم عن اضطرابات النطق وأنواعها وإمتى نبدأ نقلق وإزاي نساعد الطفل بكفاءة من قلب خبرتي اليومية في التعامل مع الأطفال. مبدئيا يعني ايه كلام مش مفهوم؟ الكلام اللي مش مفهوم ممكن يكون ليه تفسيرات كتير. احيانا الطفل بينطق كلمات فعلا بس بيبدل الاصوات، زي طفل عنده 3 سنين مثلا بيقول تاتا راح توتو، بابا راح السوق، ده معناها، لكن اللي بيسمعه ما يقدرش يخمن الجملة دي من نفسه. ده اسمه اضطراب في النطق، articulation او phonological delay. يعني الطفل بيحاول يتكلم، عنده حصيلة لغوية، بيحاول يتواصل، لكن مخارج الحروف او ترتيب الاصوات او حتى بعض القواعد الصوتيه مش مظبوط. طيب يا دكتور ايه الفرق بين انواع اضطرابات النطق؟ اول نوع واشهر نوع وهو الارتيكيوليشن ديلي او تاخر نطق الحروف. الحرف الطفل يبدل حرف بحرف، يقول سمه مكان سمكه او يقول كا بدل كوره. المشكله هنا في مخارج الحروف نفسها، وكأن الطفل لسه بيتعلم ينطقها صح. فونولوجيكال ديلي او تاخر في نظام الاصوات، الطفل بيلخبط في ترتيب او حذف الاصوات داخل الكلمه، يعني مثلا يقول نانا بدل موزة او تيتي بدل سيارة وعربية، يعني دماغه بتحاول تبسط الكلمة بشكل غير واعي كأنها استراتيجية داخلية الطفل بيفهم بيها العالم. childhood apraxia او speech او verbal dyspraxia دي حالة نادرة بس لازم نعرفها، ده نوع مختلف شوية. الطفل بيحاول يتكلم بس كأن المخ مش عارف يبعت اوامر دقيقة للفم، ففي مجهود واضح في النطق، تقطع في الكلام واصوات بتختفي وبيبان كأنه بيجاهد علشان يكون الجملة. او مشاكل في الصوت نفسه زي الفويس ديس اوردرز، وده بنشوفه في الاطفال اللي صوتهم دايما مبحوح عالي جدا او منخفض جدا لدرجه انه مش واضح. ده بيبقى احيانا مرتبط باجهاد الاحبال الصوتيه او استخدام خاطئ للصوت، خصوصا في الاطفال اللي بيصرخوا كتير او عندهم ارتجاع. مثلا في العياده شفت ولد عنده 4 سنين بيقول او راح ابو، اللي هو مامته فهمته بعد كده ان جده راح السوق. الولد ده كان عنده تاخر فونولوجيكال، وعملنا تقييم تخاطب وبدا جلسات، وبعد 3 شهور بدات جمله تتفهم بنسبه اكتر، بنسبه كبيره. بنت تانية عندها 3 سنين ما بتقولش غير تيتي نانا ماما، بس بتستخدمهم في مواقف كتير، يعني بتحاول. ده كان ارتيكيوليشن ديلي واضح، والنتيجه اتحسنت بسرعه جدا لما بدانا تدريب على الاصوات الاساسيه في التخاطب. طيب يا دكتور امتى ابدا اقلق وازاي اتصرف؟ لو ابنك وصل 3 سنين ولسه كلامه مش مفهوم لناس تانية غير اهله لازم تقييم. لو بينطق كلمات كتير لكن مش واضح غير 50% منها في سن 3 سنين لازم تدخل. لو الطفل عنده مفردات كتير لكن الناس بتقول مش فاهمين منه ولا كلمة، ده مؤشر ان النطق نفسه فيه مشكلة. الحل هو تقييم تخاطب دقيق يحدد نوع المشكلة ونبدأ تدخل مبكر. وخليني اقول لكم من خبرتي معظم الحالات اللي بدأت جلسات بدري اتحسنت بنسبة فوق 80% قبل سن دخول المدرسة. مش لازم الطفل يكون ما بيتكلمش خالص علشان نروح لأخصائي التخاطب، احيانا الكلام بيبقى موجود لكن مش مفهوم، وده لوحده كافي لتدخل من اخصائي التخاطب. اخصائي التخاطب هيشتغل على تحسين مخارج الحروف، ترتيب الاصوات، بناء جمل بسيطه ومفهومه، وتدريب الاهل على دعم الطفل في البيت. في النهايه عاوز اقول ان كل طفل بيتكلم بطريقه خاصه، بس في فرق بين اسلوب طفل طبيعي وطفل تاني عنده اضطراب محتاج تدخل. لو ابنك بيتكلم بس محدش فاهمه فده مش معناه انه متاخر ذهنيا او عنده مشكله كبيره، لكن لازم نساعده يوصل صوته للناس. شاركوني يا جماعه في التعليقات وقولوا لي هل واجهتم حاجه زي كده مع اولادكم، وما تنسوش تشوفوا حلقه هل كل طفل متاخر في الكلام محتاج اخصائي تخاطب علشان تكون الصوره كامله. انا دكتور يوسف ودي قناه دكتور كيدز، اشوفكم على خير.